أهلا بيكم في بودكاست سر الغلط. أنا خالد أبو الدهب. هدفنا إننا نقدم خلطة نجاح بشكل مختلف جاية من مجموعة غلطات أدت إلى نجاحات كبيرة. ضيفنا النهاردة لقب الثمانينات بعقاب المصممين التصميم في مصر. أنشأ أول رابطة للمصممين المصريين، وبما إن ضيفنا يعتبر من أحد الحكائين الكبار فعمل اختراع في التصميم وسماه ناريتيف ديزاين فيوجن. معانا النهاردة عمرو حلمي. أهلا بيك. اهلا بيك يا حبيبي. لو قلت لك عمرو حلمي أول ما تسمع الاسم ده دلوقتي، إيه أول 3 حاجات جم في بالك يشرحوا عمرو حلمي؟ رقم 1. هتستغرب قوي اللي جاي على بالي مفترق طرق. ما هو مفترق الطرق ده بقى هو اللي بيجيب لك الثلاث اتجاهات. يعني انا مفترق طرق بين ال السكريبت اللي انا مكتوب لي ان انا اعمله، هو ان انا ابقى مصمم مولود معايا موهبة، مسلح بان انا برسم وبتخيل وبكتب يعني ده 1. 2. التاني ان انا صاحب مسؤولية مجموعة من الناس، مرتبط بيهم وبعمل ورزقهم ورزقي مرتبطين ببعض، فانا رب اسرة كبيرة صناعية. ده الكيان اللي انت بنيته. اوكي. رقم 3. رقم 3 الأسرة اللي بتاعتي اللي فيها مواهب وزي ان انا يعني علاقتي بيهم ان هم يكملوا المشوار، البيرسون سايد. نقدر نقول عمرو حلمي 3. الجيرني، الرحلة بتاعته، الرحلة الفنية والمهنية. تاني حاجة المبنى اللي هو بناه، الحلم بتاعه، الكيان. تالت حاجة الأسرة. ودول أكتر بالانس أو أكتر عناصر متوازنة بتبني شخصية ناجحة نجاح غير عادي زيك. ده رأيك بقى؟ ما لا ده أنا ترجمت اللي أنت قلته. حلو حلو. طيب عمرو حلمي، إيه أكبر غلطة غلطها في حياتك المهنية واللي بسببها حصل علام كبير قوي من وراها؟ وإيه هو كان العلام؟ أول حاجة إيه كانت الغلطة؟ اكبر غلطات بقى، تتكلم على غلطات بس يعني اكبر غلطة، اكبر غلطة متكررة، ان في حائط بيني وبين العالمية بيتم دايما بان انا بحط رجلي بره وبعدين ارجع ادخلها جوه تاني، ما بكملش. يعني كل مرة طوكيو، كندا، سويسرا، اول نجاح ليا كان في سويسرا. دي الغلطة دي لغاية دلوقتي ولا خلاص؟ متكررة دائما، وده اللي انا اتمنى ان ولادي بقى هم يصلحوا، يعملوا كوركشن الغلطة دي. ايه كان العلام منها، اكبر علام منها حصل؟ ان العالميه عاوزه شيء هيأثر بالعنصر الثالث في حياتي اللي هي الأسرة. فأنا عندي اختيار مصيري ما بين وجودي وأحارب جوه مصر أو أحارب بره مصر. أحارب بره مصر ده اختيار عائلي، مش اختيار بقى كارير. يعني هنا دخلت فيه المفترق، وعشان كده كلمة مفترق طرق دي كلمة دقيقة جدا، لأنه قد يتعارض التلاتة مع بعض. انا كخالد عندي مشكلة في واحدة منهم اللي هي الاسرة. انا وصلت للعالمية، حققت العالمية، فجيت على الاسرة ما عنديش. فعشان كده انا كنت معجب قوي وشايف ان دي فيها غلطة، فيها علام. بس تمنها حلو انك انت حافظت على الاسرة، وده البالانس الصعب اللي مش كل الناجحين بيعرفوا يعملوه. فلا تمام. على المستوى الشخصي، ايه الغلطة اللي حصلت لك خليتك توصل بعدها لسلام نفسي مع نفسك؟
ما وصلتش. لسه. انا على طول قلقان، على طول مش مبسوط بالنتيجة. وعلى طول عاوز اكسر الواقع اللي انا عاوزه، اللي انا عملته، وانه I'm not good enough, must be better. الشخصيات الفنية اللي هي مولودة عشان تأدي رسالة فنية في الحياة دايما بيبقى عندها نوع من الراديكالية. يعني لما يخش في حاجة بيعملها بعمق شديد جدا، لما بيزعل زعل شديد جدا، لما بيحب حب شديد جدا، رف في كل المشاكل. لما بيتدين بشدة جامدة وإلى آخره. وفي الرولر كوستر، الرولر كوستر في تاريخ الإنسان اللي بالشخصية دي بيحصل ان في النهايه الرولر كوستر ده لازم يقف، لانه منهك جدا. بيبقى طالع نازل وداخل وبتاع، وكل شويه تحديات عاوز اخش في حته تانية. ف هما بيقولوا only the paranoid survive. ف Yes, I agree. I totally agree. طيب، امتى وانت صغير، هنرجع كده بقى وانت صغير خالص، حسيت ان عندك او بدايات الحاجة اللي طلعت وانت صغير وتحولت لعمرو حلمي ما هو عليه الآن؟ فاكر وانت صغير في حاجة طلعت كده كنت بتحبها، رحت لها بشكل طفولي قوي؟ هو اول حاجه يعني لفتت نظري ونظر اللي حواليا للموهبة كانت غطا علبة لافاشكري. أنا كنت عندي يمكن 9 سنين أو حاجة، معرفش بقى لافاشكري ولا جبنة نستو ولا إيه، مش فاكر. هنسميها جبنة علبة بالجبنة مثلثات. خدت العلبة ورسمت عليها رسمة بالقلم. العلبة الرسمة كانت مفاجأة ليا وللي حواليا، ان انا ازاي قدرت احول من غطا علبه، ظهر غطا علبه، لحاجه تستحق انك انت ما ترميهاش. فاكر رسمت ايه؟ مش فاكر. فاكر انها حاجه كانت فيها بونتيه، كان الرسمه بالمدرسه التنقيطيه. فطبعا مدرسه تنقيطيه وانا عندي 9 سنين دي كان حاجه برضو شاذه جدا، لانه دي امبريشنزم، وانا ما عرفتش عن الامبريشنزم المدرسه التاثيريه الا يعني مثلا وانا عندي 14 سنه. يعني انما ان انا اعمل كده دي اول مره انا اتفاجئ من نفسي فيها. آم، آم، كانوا بياخدوا رسوماتي ويودوها مسابقات في اليابان عشان في المدرسة من صغري، يعني من ابتدائي كانوا بياخدوني في مسابقات في اليابان. يعني هي ابتدت بغطا الجبنة المثلثات. بغطا الجبنة المسلسلات. انما التأكيد على احترافية او يعني على ان انا طول عمري في دراستي كنت ان افريج بيرسون، مش بتاع مذاكرة، بتاع قراية جامد جدا بس مش بتاع مذاكرة. اليوم اللي دخلت فيه أول يوم في الكلية ودخلت فيه المرسم أول يوم. قبل ما نوصل اليوم ده عايز ارجع معاك في حاجة. أه بعد غطا الجبنة، تمام، لغاية ما وصلت للكلية، لو قلنا تطوره كده معاك في المدرسة، كان انت بتقولي كانوا بيودوا رسوماتك بره وكده، هل انت فضلت مستمر في الرسم؟ فضلت مستمر. دي طاقة. أول حاجة المناخ اللي أنا اتربيت فيه كان مناخ غريب جدا جدا جدا. أبويا كان مسؤول عن شركة إسمنت، وكانت الشركة دي في حتة ريفية اسمها كفر العلو في حلوان، مدخل حلوان بعد ركن فاروق. والمنطقة دي كانت ريف، لا عندي بقى حد ألعب معاه
ولا اطفال اكلمهم، ولا بس قدامي النيل مباشرة، وقدامي شجر، وقدامي جماليات، بس لوحدي. فلازم اتعامل مع نفسي يعني. فابتديت اعمل خيال افتراضي من عالم اخر. انت فهمت انك لازم تغلط، و يعني انت سمحت لنفسك انك لازم تغلط. هو الغلط ده جزء من البروسيس بتاعي. لازم، عشان انا كل حاجة بعملها ملهاش سابقة، فما عنديش اي نوع من الريفرنس، لان ببني على حاجة غير مسبوقة. فتوقعات ان انا اعك عالية جدا يعني. ولكن شغلي كله ازاي اطلع من العك حاجة بيرفكت. يعني انت بتقول ان النجاح بيجي من الغلط اساسا، بيتولد من الغلط. فور شور. انت عارف ان معظم الشباب اللي بيبتدوا في حاجه بينجحوا فيها، اول ما بيغلطوا بيعطلوا، بيوقفوا، بيقول لك انا كده خلاص فشلت كده. انت النهارده بتقول معنى قوي جدا، ان النجاح ده لازم يتولد من تجارب خاطئه. زي الكورة، انت ما تقدرش تتخيل انك انت في ماتش هتطلع هجمة وتشوت شوطة واحدة ويجي منها الجول. فالنجاح بيجي عن طريق نظرية المحاولات. بتعمل 10 شوطات، ب2 منهم بيجوا في الجون. فانت لو انت بقى باني الموضوع ده على انك انت بتكون الهجمات دي والاتمتس دي، هتبص تلاقي نفسك بالنظرية البروبابيلتي ثيري لازم هتجيب جول. ايه الغلطه اللي غيرت حياه عمرو حلمي؟ الغلطة اللي غيرت حياتي كانت المطبخ النوبي. المطبخ النوبي جالي واحد صديق عزيز عليا قوي، بقى صديقي يعني، بس هو كان جاي ككلاينت، هو مراته سويسرية. وبعدين جم قالوا لي عاوزين نعمل مطبخ. قلت لهم انا عندي فكرة كده نفسي اعملها، انا عاوز اعمل مطبخ نوبي. وهو بيتهم كان عامله حسن فتحي، فالبيت ألهمني انه لازم المطبخ يبقى نوبي. ف لما عملته مش في بيتهم اللي في المطبخ النوبي، عملته في المعادي في شقة. فعملته فلات، وعملت فيه شكل الحاجات النوبي وبتاع. بعد ما خلص زعلت جدا من نفسي، لاني اتهمت نفسي بالجبن الشديد، واني ما طبيعة المهنة والمطابخ خلتني امشي ورا المهنة مش ورا مخي الستاندرد. فرحت عملت المطبخ الشهير بتاعي اللي طلع بقى في نيويورك وفي كل حتة في العالم، اللي هو مشيت على قباب وفولتات وارشات والى اخره، عشان يبقى المطبخ شكله زي فعلا، واتعمل من حيطان ما اتعملش من اخشاب. فالمطبخ اتبنى. بس الغلطة بتاعت الفلاتنس بتاع المطبخ الاولاني خلاني اوصل لان انا اطور نفسي جامد جدا جدا جدا. وده في الثمانينات يعني، كانش فيه ريفرنس خالص. هل عمرو حلمي بيحس ان هو متصالح مع اخطائه؟ هل في شعور بالندم ولا انت متصالح مع اخطائه؟ متصالح مع اخطائي. يمكن الخطأ الوحيد اللي عندي اللي بلوم نفسي عليه دايما، اللي هي برضو له علاقة بالعالمية، ان انا مفيش حتة في العالم ما عملتش فيها معارض. طوكيو، ألمانيا، سويسرا، أمريكا. الغلطة اللي أنا يعني بلوم نفسي عليها دايما هي عدم الاستمرارية في التواجد. يعني ميلانو مثلا ونعمل ضجة وبتاع مش عارفة ايه، والناس يعني عشان تخش معرض ميلانو ده، هو اصلا
شهاده ان هم انك تقبل، لان هم ما بيقبلوش اي حد. فلما يسالوا عليك بقى وانت ما بتجيش ليه وانت مش عارفه ايه وانا ما اروحش، لا يعني يعني انت مقصر تقصير شديد. فالشأن المحلي دايما بيشدني اكتر بالشأن الخارجي. مش عارف، ده قدر يمكن ولادي هم اللي يصلحوا الغلطة دي ان شاء الله. ان شاء الله.